السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. في الفيديو بتاعنا النهاردة هوريكم المشتريات اللي انا جبتها من السوق في فواكه وخضروات، وهقول لكم على الاسعار، وهقول لكم همشي الاسبوع بيها ازاي. الاسعار كويسة الحمد لله في السوق، يعني الحاجات كويسة ومتوفرة، والاسعار بتاعتها حلوة. فهقول لكم النهارده انا جبت ايه. اول حاجه انا جبتها الطماطم كان سعرها حلو جدا. يعني دي طماطم جامده جدا، جامده ناشفه للسلطه، حلوه قوي. دي كانت الكيلو ونص ب10. يعني دي تقعد معايا في التلاجة، ممكن تقعد طول الأسبوع، ممكن تقعد كمان 10 أيام ما تبصش ولا أي حاجة، لأن هي جامدة جدا بصراحة، عجبتني وشكلها كان كويس. فأنا جايبة منها 3 كيلو، الكيلو ونص زي ما قلت لكم ب10. ممكن ناس تبيعها ب7 ب8، ممكن ناس تانية تبيعها أرخص شوية. بس هو أنا لما جبتها كان الوقت بتاعها ما كانش، يعني أنا رحت سوق ولا بدري قوي ولا متأخر قوي، أنا رحت في الوسط، فكانت الاسعار كويسه بصراحه. دي الطماطم الجامده اللي انا وريتها لكم، اللي انا بوريها لكم دي دلوقتي. طماطم تانية يعني كانت مع نفس البياع، بس يعني في حته تانية. بصوا، هي فيها حته مثلا صفرة شويه او دبلانه شويه، انما هي مش بايظه. هي حلوه جدا ومش يعني مش محمضه ومش طريه ولا مستويه، لا، هي كويسة. بس فيها ايه زي ما انا بوريكي كده، ممكن تلاقي حتة فيها صفرة، لونها يعني مش احمر قوي. فانا جبتها كان بيبيع الاربعة ب10 جنيه، فانا قلت خلاص انا هجيب 6 كيلو ب15 جنيه. على اساس ان انا هحوش مثلا الحتة الصفرة اللي فيها دي، او اي حاجة فيها تكون مش كويسة. بس هي والله زي ما انتم شايفين كده هي كانت كويسة، ما كانتش وحشة. قلت خلاص هجيبها وهعملها، يعني هسبكها واشيلها في الفريزر. الصلصة بتنفعني جدا لما بكون محتاجة صلصة جاهزة بسرعة في الأكل، ما عنديش وقت، محتاجة أعمل مكرونات، الكلام اللي انتوا فاهمينه ده. بتبقى حلوة وسهلة وبتوفر معايا لو الطماطم غالية. جبت كمان يعني انا هشيل الجامده في التلاجة، اخد منها للصلصه، او لو حابه اعمل جبنه بطماطم ولا حاجه. انما دي انا هعملها النهارده على طول، اللي هي التانية اللي انا جايباها الاربعة ب10 جنيه، دي انا هعملها واصلصها النهارده واجهزها واحطها في الفريزر. جبت كمان البطاطس، انا بحب البطاطس اللي فيها اللي هي النقطة الحمراء دي، بتبقى حلوة جدا في التحمير. انا بوريها لك اللي يعني علشان تبقي عارفاها، هي دي بتاعة التحمير، بتبقى حلوة جدا، مش بتشرب زيت، وبتبقى ناشفة وبتقرمش. لو حابة ان انت تعمليها شيبسي مثلا للولاد او تحمريها صوابع، بتبقى حلوة جدا. آه، وزي ما قلت لك ما بتشربش زيت. فدي كانت الكيلو ب10 جنيه، انا جبت 2 كيلو. لو حابة ان انت تزودي، ولو رايحة السوق متأخر شوية، ممكن تلاقيها ممكن ب8 جنيه. يعني بيبقى في اخر السوق كده، او الوقت اللي بيبقى متأخر شوية، الناس بتبقى ترخص شوية في الحاجة. بس زي ما انا قلت لك، انا رحت في الوسط لان كنت محتاجة حاجات في البيت علشان الغدا. جبت كمان فلفل. الفلفل في ناس كانت بتبيعه ب10، وفي كان ب8، وفي الكيلو ونص ب10، يعني ب7 جنيه. طيب ده الأسعار على حسب ايه؟ على حسب الحجم بتاع الفلفل. أنا بالنسبة لي ده اللي أنا جايباه كان ب8 جنيه. اللي هو الكيلو ونص ب10 كان أصغر منه شوية، وكنت يعني حسيت ان هو دبلان شوية. اللي كان ب10 جنيه كان حجمه أكبر من ده. ده يعني لو انت عايزة تعملي محشي فلفل وكده كان هيبقى مناسب. لكن انا ده جايباه هفرزه، يعني هاخد منه كام واحدة بس كده امشي بيهم الاسبوع طازة، والباقي هغسله وهقطعه وهحطه في اكياس واحطه في الفريزر. انا بحب اجيب الفلفل لان بستخدمه كتير في طول السنة، وهو موجود طول السنة، بس بيجي عليه وقت وبيبقى غالي جدا، فانا بجيبه في الوقت اللي بيبقى رخيص فيه، وبغسله وبقطعه وبحطه في اكياس وبحطه في الفريزر. وده انا عملته معاكم اكتر من مرة على القناة في التجهيزات. اللي حابب يشوف الفيديوهات بتاعة التجهيزات هيستفيد منها جدا على فكرة على القناة. فانا خلاص هاخد منه كام واحدة كده، والباقي زي ما قلت لكم هفرزه واحطه في الفريزر. وكل ما هنزل السوق هجيب كمية برضو وهفرزها.
القتة موجودة دلوقتي في السوق بقالها فترة، حلوة جدا، وعايزة اقولك مسكرة جدا جدا. الصغيرة دي كانت ب8 جنيه. في الأكبر منها شوية كان الأكبر شوية كانت الكيلو ونص ب10، يعني تقريبا ب7 جنيه. بس أنا بحب أجيب الصغيرة دي، بتبقى مسكرة قوي في الأكل وبتبقى حلوة. جبت كيلو ونص قتة. برضو الخيار، يعني أنا بحب الخيار والقتة يكونوا موجودين في البيت خصوصا في الصيف. يعني بنعمل بطاطس مثلا محمرة، جبنة على طماطم، ممكن اقطع معاها خيار. الولاد بيبقوا يحبوا يجيبوا حاجة كده ينقنقوا فيها وهم قاعدين، فالحاجات دي في الصيف بالذات بتبقى ترطب علينا ومفيش عنها غنى. فانا جبت الخيار كان ب10، جبت كيلو ونص خيار. زي ما انتم شايفين هو مش كبير قوي ومش صغير قوي، يعني في الوسط برضو. آه، وكويس. لو عايزة تجيبيه حجمه اكبر شوية ممكن يبقى ب8 جنيه، بس الحجم ده كان كويس وانا يعني عجبني ولونه حلو قوي. ولون الخضار بتاعه كان فيه لونه افتح منه شوية، بس انا حبيت ان انا اجيب ده. جبت كمان البتنجان. انا مش بكتر بتنجان في الصيف لاني مش بحب اقليه كتير، يعني انا ممكن اكون بميل ليه اكتر في الشتاء عن الصيف. في الصيف بعمله لا اما مشوي يا اما سلطة بتنجان، بس بحاول ان انا يعني ايه اقلل الزيت بتاعه على قد ما اقدر. بصراحة الاكل في الصيف بيبقى صعب ومتعب، ولا عايزين فيه دهون ولا عايزين فيه مسبكات، وبتحس ان اقل حاجة يعني بتتعبنا كده ومش بتبقى مريحة. انا الاكل بالنسبة لي في الصيف بيبقى بصراحة بيبقى مشكلة، علشان كده انا بحاول دايما ألجأ للحاجات اللي بترطب علينا. فاهمين قصدي؟ يعني بالنسبة للبتنجان ده يا بشويه يا بعمله كده ني في ني، علشان ما كترش فيه زيوت ودهون وحاجات من دي. الجميلة اللي معانا دي طبعا الترطيب كله في الصيف العشق بتاع ناس كتير، وانا من ضمن الناس دي، اللي هو البطيخ. انا خليت يعني انا مش بحب اجيبها مقفولة، يعني بحب اطمن عليها قبل ما اجيبها، بدل ما اشيل واروح بيها على الفاضي وبعدين الاقيها قرعة او فيها مشكلة. يعني انا قلت للراجل انا عايزة اطمن، يعني عايزة اشوفها ان هي حمرا وكويسة ولا لا. فهو ما شاء الله عليه راح كسرها زي ما انتم شايفين كده، يعني ايه، بذمة شويتين. يعتبر فتحها خالص يعني، علشان كان عمال بقى يوري للناس في السوق، شوفوا بقى الجمال والحلاوة بتاع، عشان يعني يجمع الناس حواليه. وهي بصراحة كانت حلوة الحمد لله. بس كانت بالنسبة لي مشكلة في ان انا اروح بيها. طبعا ربطتها كويس قوي في الكيس عشان ما تتبهدلش وما تعصرش مية معايا، والحمد لله وصلت بيها بالسلامة. البتنجان انا ما قلتش سعره، البتنجان كان الكيلو ب10 جنيه. البطيخة الجميلة العملاقة دي كانت ب40 جنيه، سعرها حلو جدا بالنسبة للأسعار الأيام اللي فاتت كانت غالية. جبت كمان الشمام ده. انا مش بحب اجيبه كبير قوي، يعني انا بحب اجيبه وسط علشان بيبقى مسكر اكتر. جبت الاتنين دول. هو الكيلو كان ب12 جنيه، فدول تقريبا قطعوا 3 كيلو. فهو كان المفروض يكونوا ب36 جنيه، فالراجل قال ب35 جنيه، يعني هما الاتنين دول ب35 جنيه. عايزة تجيبيهم اكبر شوية او اصغر شوية براحتك. كان في برضو اللي هو الكنتالوب المدور، بس انا بحب لما يكون في شمام بميل اكتر ان انا اجيب شمام بيبقى مسكر وحلو. جبت كمان تفاح. التفاح كان ب40 جنيه. مش بحب اجيبه كبير قوي لان بصوا، عامة في الفواكه انا مش بحب اجيب الحاجات الكبيرة قوي زيادة عن اللزوم، لان بحس ان هي بتبقى مهرمنة. ومش بحس ان هي مسكرة، يعني بحس ان هي ملهاش طعم. يعني الحاجة الكبيرة دي في الفواكه بالذات بحس ان هي ملهاش طعم. فانا بميل اكتر وبحب وبفضل اكتر ان انا اجيب الحاجة الصغيرة. التفاح كان ب40 جنيه، فانا جبت كيلو وربع. زي ما قلت لكم مش بحب اجيب الحاجة الكبيرة، يعني برضو الخوخ حجمه مش كبير قوي، بس ده خوخ سكري. الست قالت ان هو حلو جدا. طبعا انا ما دقتوش في السوق لان مش هعرف ادوق حاجة من غير ما تتغسل، بس بعد ما جيت البيت وغسلته ودقته فعلا طلع سكري فعلا، وكان طعمه حلو جدا وعجب الولاد.
الخوخ برضو كان ب40 جنيه، انا جبت كيلو. لا الخوخ ولا التفاح ولا اي فاكهه من اللي احنا بننقيها صغيره دي بحب اجيبها كبيره زي ما قلت لكم، ولا الفراوله على فكره. بحب ان انا اجيبهم يعني متوسطين في الحجم، مش صغيرين او مش كبار، بس يكون وسط، علشان يعني احس بطعمها، احس بان هي مسكره فعلا. جبت كمان ربطة الجرجير دي. انا بما اني ما لقيتش بقدونس النهارده في السوق، فقلت خلاص هجيب الجرجير علشان احط منه على السلطه، لان انا بحب اجيب خضره محشي وبقدونس يوم ما بنزل، علشان لو حبيت ان انا اعمل محشي في اي وقت يكون عندي اللي هي الخضره، البقدونس والشبت والكزبره والحاجات دي. بس انا ما لقيتش النهارده، فقلت خلاص جبت الجرجير على اساس ان انا احط منه على السلطه النهارده. انما لو في حد بيعدي، يعني في ست بتعدي بتبيع خضره المحشي والحاجات دي في وسط الاسبوع، فقلت خلاص طالما انا ما جبتش من السوق، لما تعدي ان شاء الله هجيب منها، علشان لو حبيت اعمل محشي او حاجه. لو ما عملتش بيه محشي عادي، بقطعه بغسله بقطعه كويس وبحطه في الفريزر. جبت كمان الليمون، انا كان عندي يعني حوالي 4 أو 5 ليمونات في التلاجة، فما يعني ما حبيتش ان انا اكتر، جبت ربع كيلو بس من الليمون. الليمون كان ب40 جنيه، جبت ربع ب10. على فكرة ربطة الجرجير كانت ب5 جنيه. جبت زي ما قلت لكم الربع الليمون ب10، عشان كان عندي ليمون في التلاجة، فقلت خلاص الكام ليمونة اللي باقيين مع الربع ده هيبقى كفاية جدا وكويس خالص. لان انا بحب احط الليمون. طبعا لو عملت سمك، التمليحة بتاعت السمك المشوي بتعوز ليمون، زي ما انتم شايفين معايا. يوم السوق بحب ان انا اجيب السمك، بحيث ان انا لما بروح من السوق انا ببقى بصراحة تعبت جدا، وببقى هبطت من اللف في السوق والحر والشمس، فما بحاولش ان انا بقى ارهق نفسي واجهد نفسي كمان زيادة في اني لسه هفكر هطبخ ايه وهعمل ايه في الغدا. فبجيب السمك معايا بالمرة، وانا بحب الولاد عندي بيميلوا للسمك مشوي، وانا بحب اخليه يعني حتى ولو مرة كل اسبوع ناكل فيه سمك. فجبت ده كيلو ونص سمك بلطي. تمام. بصوا بما اني انا هشوي خلاص، يبقى ما يبقاش كبير قوي ومش صغير قوي، بجيبه في الوسط. ده كان ب80 جنيه، هو ما كانش كبير قوي، بس بالنسبة لاني هشوي كان الحجم بتاعه كان كويس. بس وشويته وعملت معاه رز وعملت معاه سلطة واتغدينا بيه. انا شويت السمك قبل كده معاكم وجبته لكم في روتين من الروتينات بتاعتي على القناة. شويته في الفرن بتاع البوتاجاز، بتاع الفرن الغاز. دي كانت الحاجات اللي انا جبتها النهارده من السوق. يا ريت الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، ولو انتم مش مشتركين في القناه يا ريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من فيديوهاتي. ويا ريت تعرفوني في التعليقات ان كان هي الاسعار دي زي اللي عندكم ولا لا، اغلى اقل، عرفوني. ومع السلامه.